واحد من رجال الأعمال المصريين اللي محدش يسمع عنهم كتير، وفجأة قلب الدنيا مرة واحدة ببدلة ألماظ وساعة رولكس تمنها يعدي ملايين. علي الدكروري رجل الأعمال اللي بدأ من الصفر لحد ما عمل إمبراطورية في التجارة بره مصر وجوه مصر. يلا بينا علشان نعرف مين هو علي الدكروري. النهارده هنتكلم عن شخصية كتير من الناس بتحب تعرف عنها أكتر، واحد من رجال الأعمال اللي قدر يبني لنفسه طريق مختلف خالص، طريق مليان شغل وتعب وتفكير وتخطيط. علي الدكروري رجل أعمال مصري عادي جدا زي أي حد، بس كان عنده حلم مختلف. ما كانش بيدور إنه يبقى مشهور ولا إنه يظهر في الإعلام، الراجل قد ما كان بيسعى إنه يبقى ناجح بجد. وفعلا مشروع ورا التاني بقى واحد من الناس اللي اسمهم معروف في عالم الأعمال. الدكروري اشتغل على نفسه كتير وبدأ يتوسع شوية بشوية، ما فاجئش العالم بيوم وليلة ولا نجح بضغطة زر. النجاح عنده جه مع الزمن ومع تعب السنين ومع اختيارات محسوبة، مش صدفة ولا حظ. النهارده عنده شبكة استثمارات كبيرة جدا من مصر لدول الخليج لأوروبا ولحد أمريكا، بيشتغل في مجالات كتير زي التجارة والمقاولات والإعلام والتعليم، وقدر من خلال شغله ده إنه يبقى واحد من الناس اللي فاهمين يعني إيه اقتصاد ويعني إيه تفكير عالمي مش بس شغل محلي. واحدة من أهم محطاته إنه أسس شركة اسمها سي تراست جلوبال، ودي شركة كبيرة متخصصة في برامج الهجرة والجنسية عن طريق الاستثمار، ومقرها الرئيسي في كندا. الشركة ليها اسم كبير في المجال ده وبتتعامل مع ناس من دول مختلفة. يعني الراجل مش بس بيفتح مشاريع، ده بيساعد ناس كتير تبني مستقبل جديد. الناس اللي تعرفه كويس دايما تقول إنه مؤمن بفكرة إن الاقتصاد مش أرقام بس، الاقتصاد هو فرص وحرية واستثمار في المستقبل. الدكروري دايما بيحضر مؤتمرات دولية ودايما تلاقيه بيتكلم عن الحرية الشخصية ودور الاقتصاد والاستثمار في بناء مجتمعات قوية وحياة أحسن. وده نوع من التفكير مش كتير عندنا، إن النجاح مش بس في الفلوس، النجاح في أثر، في فكرة، في رؤية واضحة. وغير شغله عنده جانب تاني في حياته. علي بيحب الرفاهية وبيحب يعيش حياته على مزاجه، علشان كده بيختار دايما كل حاجة بأناقة وفخامة، سواء في لبسه أو تفاصيله أو طريقة ظهوره، يعني شغل وعقل وتخطيط، وفي نفس الوقت استمتاع بالحياة اللي تعب علشانها. ومن فترة ظهر علي في فرح ابنه أحمد، وساعتها قلب الدنيا بظهوره لأنه ظهر وهو لابس بدلة مرصعة بالألماس وساعة رولكس فريدة جدا اسمها GMT ماستر 2 من ذهب أبيض 18 قيراط ومرصعة بالكامل بالألماس، قيمتها تعدي $500,000 تقريبا، يعني حوالي 24.5 مليون جنيه مصري. وعلي ده مش منظر للتفاخر قد ما هو دليل إنه الراجل وصل لمرحلة في حياته يعيش فيها ويجيب اللي نفسه فيه من غير ما يفكر، لأنه تعب وبنى واجتهد لسنين.